السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نستضيف معنا في هذا اللقاء محسن نعيمي، رئيس المجلس الجهوي للشباب جهة طنجة تطوان الحسيمة. هذا المجلس الجهوي للشباب الذي تأسس اليوم كان من مبادرات جمعية أضواء التي سهرت على إعداده وفكرت وبرمجت وسعت إلى إخراجه إلى الوجود. أهلا أستاذ نعيمي. اهلا سي عبد المغيث، وتحيه لكل المشاهدين ديالنا عبر الموقع صحيفه صدى نيوز الرقميه. في البداية، كيف جاءتكم فكرة تأسيس هذا المجلس؟ اولا، المبادره ديال المجلس الجهوي للشباب هي مبادره مدنيه غير تمثيليه وشبابيه. الهدف ديالها هو إشراك الشباب ديال الجهة في تتبع وتقييم السياسات العمومية في مختلف المجالات اللي كتهم مختلف الجماعات الترابية ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن هي مبادرة فكرت فيها جمعية أضواء تقريبا لمدة سنة، كانت كافية من خلال التشارك مع مجموعة من الأطراف الشبابية على مستوى الجهة. والآن حان الوقت، خصوصا الجهة ديالنا الآن جاي جهة رائدة في مختلف المجالات، وبالتالي جاء حان الوقت باش حتى الشباب يمشيو في هذا الاتجاه. وخصوصا ان لاحظتوا اليوم انطلاقه ديال هذه المبادره جات قبل ايام قليله من احتضان طنجه المنتدى المتوسطي المتعدد الاطراف اللي هذا المجلس غيكون حاضر فيه بقوه، وكذلك غنخرطوا في مختلف القضايا الاجتماعيه والتعليميه كذلك اللي كتهم شباب الجهه. هذه المبادره هذه قامت بمجموعه من الخطوات. ما هي الخطوات الاساسيه التي قمتم بها حتى تمخضت عنه أو تمخض عنه هذا المجلس؟ فعلا، اولا هي مبادره كما قلت ديال جمعيه اضواء. حنا ما بغيناش تبقى يعني هذه المبادره يعني فقط للمنخرطين واعضاء جمعيه اضواء، ولكن في اطار الانفتاح ديالنا فكرنا بان تكون هذه المبادره على مستوى الجهه وتكون منفتحه. وبالتالي فشركنا مجموعه من الشباب من خلال اننا اطلقنا واحد البريد الكتروني اللي تقبلنا مجموعه من طلبات الانخراطات باش يكونوا معنا. ان شاء الله يكون معنا 63 منخرط، يعني 63 عضو في هذا المجلس على غرار مجلس الجهه، اللي كنحييه من هذا المنبر لان ساند الفكره كثير، وخصوصا السيد رئيس الجهه اللي دعم المبادره يعني بشكل كبير وكبير جدا. اذا فتحنا هذا البريد الالكتروني، وهذا المجلس يعني التنوع ديالو والتعدد ليس في الانتماءات السياسيه او التوجهات فقط، كانت يعني ترشيحات او انخراطات فرديه يعني مرتبطه بالاشخاص وغير تمثيليه، يعني ماشي ضروري يكونوا تمثيليات. هي مبادره مدنيه، وكنتمنى المنظمات ديال المجتمع المدني في الجهه تمشي في هذا الاتجاه من خلال اطلاق مبادرات يعني متشابهه فيما يخص تتبع وتقييم السياسات العموميه، سواء على مستوى المدينه او الجامعات او على مستوى الاقليم الى اخره. نعم، لابد أنكم قمتم بالتواصل مع مجموعة من المؤسسات المنتخبة ولا غيرها. كيف كانت نظرتهم لهذه المبادرة؟ كما قلت قبل قليل، فهذه المبادرة أخذت واحد الترحيب كبير من مختلف الجماعات الترابية، خاصة مجلس الجهة، كذلك الجماعة الحضرية لطنجة في شخص عمدة المدينة إلى آخره. إذا خدات واحد الترحيب كذلك من مختلف المجالس الجهوية كمجلس الجهوي للسياحة. هنا كنحيي السي مصطفى بوستا وكذلك محمد البهجة من المجلس الجهوي للسياحة، لأن كنمشيو في نفس الإطار في تفعيل هذه الجهوية. الاختلاف اللي كاين معنا هذه المجالس هي مجالس ديال الكبار، يعني مجالس نوعا ما يعني ديال السن اللي متقدم، وكذلك الناس اللي عندهم تجربه، وكذلك مجالس اللي هي رسميه. الان اطلقنا هذه المبادره مدنيه على اساس نمشيو في هذا التفاعل الايجابي وهذه التنميه وهذا التطور والتقدم اللي كتشهدوا الجهه ديالنا على كافه المستويات. نعم، حينما نتحدث عن الجهة نعني مجموعة من المدن ومجموعة من القرى التي تنضوي تحت تراب الجهة. هذا المجلس هذا واش فيه بعض المدن الممثلة، أم أنها اقتصرت على بعض المدن الكبرى، أم أنها اقتصرت على مدينة طنجة خاصة ونحن الآن نتواجد بمدينة طنجة في هذا اللقاء؟ صحيح، هذا السؤال مهم. كما أشرت في البداية بأن هذه المبادرة المدنية هي مبادرة غير تمثيلية، يعني ما فيهاش صناديق اقتراع او لا تصويت او لا واحد او لا مجلس الجهه هو اللي تلقى. لكن مجلس الجهه هو اللي تلقى بطبيعه الحال غيكون تصويت وغيكون تمثيليه ديال جميع العمالات
والاقاليم ديال الجهه، بما ان هي مبادره خلقت من جمعيه ومبادره مدنيه، اذا وما فيهاش الطابع التمثيلي، ولكن رغم ذلك شاركنا مجموعه من الشباب من مختلف المناطق والاقاليم ديال الجهه، وكذلك الانشطه ديالنا غتكون متنوعه، عن سهوله على تنظيم لقاءات، ندوات، ايام دراسيه، تشخيص القضايا الشباب في مختلف المناطق. الانشطه ديالنا القادمه عندنا مختلف الانشطه كما قلت لك، حضور ديال الكوب ميد، الحضور على هامش مهرجان العنصره في مدينه القصر الصغير، اللقاء في شفشاون، تطوان، يعني غتكون واحد الرزنامه باش نتقربوا من الشباب ديال الجهه ونعرفوا المشاكل ديالهم اليوميه، في افق اعداد واحد المذكره اللي غتكون كتشخص وكتعطي حلول اللي غتنزل في المكتب ديال السيد رئيس الجهه، وبالتالي فمجلس الجهه غتكون عنده واحد الارضيه اللي يمكن له يشتغل عليها فيما يخص الشباب ضمن هذه المبادره المدنيه الغير تمثيليه. نعم، هذه المبادرة هذه ممكن تذكرنا الأسماء ديال بعض التمثيليات اللي هما من خارج مدينة طنجة، أو على الأقل ذكرنا المدن الممثلة في هذا المجلس، وما هي طبيعة هذا المجلس وكيفاش يشتغل وعدد الأعضاء ديالها وغيرها من ذلك. نعم، بالنسبه لهذا المجلس هذا كما قلت لك عندهم 63 عضو، ان شاء الله قريبا غنعملوا بلاغ اعلامي للاعضاء اللي عندنا 63. بالنسبه للمكتب المسير فيه 13 عضو. فهذه التركيبه ديال المجلس كما قلت لك ما راعيناش يعني المدينه منين انت كتواجد او الطابع ديالك السياسي او الانتماء، يعني راهينا الاشخاص اللي باغيه تنخرط معنا في هذا المشروع الاجتماعي المدني الشبابي. يعني فكرنا في لي بروفيل اللي هما اسوسياتيف اكتيف بغض النظر على المرجعيه ديالو، حنا كيهمنا الازدهار ديال الجهه ديالنا والمنطقه ديالنا، وبالتالي فجينا الشباب اللي باغي يدخل معنا مرحبا به، على اساس نمشيو في هذا الاتجاه. وهذا المجلس سيبقى مستقلا من اي تيار لا سياسي ولا خارجي، بالتالي فالهدف ديالو هو خلق واحد الجو ديال التفاعل، وكذلك غتكون مثابه اكاديميه باش غدا ان شاء الله هاد الشباب اللي كيتواجدوا في هذا المجلس ربما في المستقبل يكونوا في المجلس الجهه الرسمي ديال طنجه تطوان الحسيمه، ولا نشوفوهم في البرلمان، ولا نشوفوهم وزراء علاش لا في المستقبل. اذا هذا المجلس هذا يخلي واحد النوع ديال الاحتكاك ايجابي، ونتعرفوا على مختلف الاراء، وجهات النظر المختلفه والمتنوعه، لان الاختلاف والتنوع هو اللي كيعطي القوه والغنى ديال اي مجلس. التاسيس امر هين نوعا ما، لكن ما بعد التاسيس والاستمراريه هي التي تكون صعبه المنال. المجلس هل له قانون يؤطره وينظمه، وهل هو متجدد منتخب معين إلى غير ذلك؟ فعلا سؤال هذا مهم كنحييك عليه. بالنسبة للقانون الداخلي ديال هذا المجلس، مباشرة بعد يعني البلاغ اللي غنأكدوا فيه عدد الأعضاء ديال المجلس والأسماء ديالهم، غتكون واحد الدورة عادية الأولى ديال هذا المجلس، من خلالها غنشكل واحد اللجنة. هذه اللجنه هي اللي غتكلف باعداد النظام الداخلي ديال المجلس، الدورات، اللقاءات، الاعضاء، اللجان اللي غتكون فيه الى اخره. بالتالي هي اللي غتوضع الارضيه. ما بغيناش نعملوا قانون قبل، بغينا نخلقوا واحد التشاور داخل المجلس اللي غيكون ان شاء الله بعد الميد كوب وبعد الفتره الصيفيه، وبالتالي غيكون واحد متسع باش يمكننا نفكروا يعني بواحد الشكل عميق في هذا القانون الداخلي. هذا القانون الداخلي ولا يحدد هذه ولايه مؤقته، يعني فقط في القياده ديال هذا المجلس هي من جمعيه اضواء بحكم اللي هي حامله المشروع المدني الشبابي بشكل مؤقت، ريثما في الولايه القادمه يكون ربما صندوق الاقتراع او لا تكون تمثيليات اكثر، يعني في النسخه الثانيه اللي غيكون المشروع خدا يعني الانطلاقه ديالو يعني بشكل كبير. يعني الجمعيه الان خلقت المشروع بحكم ان الاعضاء ديالها يعني في القياده ديالو يعني في اطار الانطلاقه، على اساس منين ياخذ المجلس واحد النضج ديالو الانطلاقه ديالو الحقيقيه، بالتالي يمكن هذا المجلس ياخذ الطابع ديالو الحقيقي. نشكر مشاهدينا الافاضل على حسن التتبع وشكرا.